متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. باذن الله يا شباب، في فيديو النهارده هنتعرف على موعد مباراه النادي الاهلي وشبيبه القبائل الجزائري في دوري ابطال افريقيا، وهنتعرف على القنوات الناقله للمباراه والمجموعه والتشكيل المتوقع والمعلق. ولكن قبل ان نبدا، لو انت من محبي النادي الاهلي اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناه. بيستعد النادي الأهلي وبكل قوة لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرية، وبيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في كأس السوبر المصري بهدفين مقابل لشيء. سجلوا أهداف النادي الأهلي، الهدف الأول أشرف بن شرقي والهدف الثاني مروان عطية. يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلا من الأهلي المصري، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكان التنزاني. مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل، إليكم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في هذه المباراة. في حراسة المرمى هيكون محمد الشناوي. في خط الدفاع هيتكون من الرباعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي كوكا. خط الوسط يتكون من أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور. خط الهجوم يتكون من أشرف بن شرقي، أحمد السيد زيزو، ورأس حربة وحيد جريدي شار. تلعب مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025-2026 على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22/11/2025. تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 6 بصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي. وسوف تنطلق فعالية بداية هذه المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية. مستنين توقعات حضراتكم في التعليقات عن نتيجة مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا في القناة. وشكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.